بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللي حصل النهاردة في تصويت الجمعية العمومية لنقابة المهندسين بيأكد واقع إن مصر بيحكمها بلطجية، وإن أي ادعاء بوجود حوار أو لا سمح الله يعني انتخابات أو ديمقراطية هو كذب مفضوح، كذب، مجرد كذب. إذا كان المهندسين انضربوا على الهوا عشان مش عايزين يبيعوا شركتهم للإمارات، امال اللي هيرشح نفسه عشان ياخد الكرسي من السيسي هيتعمل فيه ايه؟ بطلوا اوهام وواجهوا نفسكم بالحقيقه. الجمعيه العموميه لنقابه المهندسين انعقدت في قاعه المؤتمرات، واللي رتب لها وحشد لها كامل الوزير دراع السيسي اليمين، مستعينا بعدد كبير من اعضاء حزب مستقبل وطن اللي هو حزب السيسي وصبيانه. وأظن النهاردة الدنيا كلها شافت مستقبل الوطن وشافت الحاضر بتاعه كمان. بلطجة على عينك يا تاجر. الغرض من الجمعية العمومية كان سحب الثقة من نقيب المهندسين طارق النبراوي. ما بين 24 ل 25 ألف مهندس شاركوا في الجمعية العمومية، أدلوا بأصواتهم في 40 صندوق انتخابي. كل الصناديق كانت لصالح طارق النبراوي اللي الأعضاء رفضوا سحب الثقة منه، جددوا الثقة فيه بنسبة 92% حسب تقديرات غير رسمية قبل ما البلطجية يهاجموا الصناديق. التقديرات دي انخفضت ل 65% بعد ما البلطجية هاجموا الصناديق وقطعوا مئات بطاقات التصويت. لكن سواء كده أو كده فالمهندسين رفضوا سحب الثقة من النقيب في كل الأحوال، وجددوا ثقتهم في طارق النبراوي اللي هو أساسا مش ضد السيسي ولا ضد العسكر، بس مشكلته إنه مش قادر يبقى يعني قوي زي ما السيسي عايز، والسيسي ما ينفعش تقف معاه عند مرحلة بس، لا، يا قوي يا بلاش. طيب ليه السيسي سلط كامل الوزير دراعه اليمين وراعي مرتضى منصور واداله كمان صبيانه في مستقبل وطن عشان يمشوا طارق النبراوي؟ الحكاية بسيطة. في شركة دهانات نرويجية اسمها يوتن، الشركة دي فاتحة فروع ليها في عدة دول ومنها مصر، ونقابة المهندسين بتملك 30% من أسهم يوتن مصر اللي الإمارات عايزة تشتريها، مع إن الإمارات عندها يوتن الإمارات برضو، بس هي عايزة تحتكر سوق الدهانات في مصر بالذات اللي هي أكبر سوق للدهانات في أفريقيا والشرق الأوسط. وده سوق ما تقدرش تحتكره، ما تقدرش الإمارات إنها تحتكر سوق الدهانات في مصر إلا لما تخلص من فرع يوتن مصر المنافس ليها. وأسهل طريقة للتخلص منه إنها تشتريه، والباقي بعد كده سهل. تعملوا مخازن، تشغلوا في البسكويت، تنتج منه من فرع الإمارات وهو كله بتاعها. الموضوع سهل والحلول كتيرة، بس نشتري الفرع ده الأول. السيسي وعد بن زايد بأنه هيبيع له يوتن، وفعلا حاول ياخد مجلس نقابة المهندسين مقلب حرامية ويبيع الشركة من غير ما يرجع للمجلس. بس النقيب طارق النبراوي أول ما انتخب في مارس 2022 قال بصريح العبارة كده: لا لبيع أصول النقابة الناجحة مهما كانت الأسعار ومهما كانت القيمة المالية التي ستعرض علينا. وقال بالنص: ومنها شركة يوتن، فهي تعتبر من أفضل الشركات الاستثمارية التي تشارك فيها النقابة، بل وحققنا منها نتائج مالية جيدة جدا ولها مستقبل باهر. الكلام ده زعل السيسي، وقال لكامل الوزير فهم طارق النبراوي انه لازم يبيع. النبراوي قال له ما ينفعش نبيع دلوقتي، وما حبكتش يعني على الشركة دي. وبكده كامل الوزير وصل مع طارق النبراوي لطريق مسدود، فخلى 1960 عضو في الجمعية العمومية يقدموا طلب لسحب الثقة من طارق النبراوي من النقيب. واللي تابع الصحف والمواقع اليومين اللي فاتوا
هيلاقي العناوين وصياغات الأخبار كلها بتقول خلاص طارق النبراوي مشي والموضوع خلص. كتبوا حاجات كده من عينة تدافع وتزاحم، ده عنوان بالنص والله، تدافع وتزاحم في الجمعية العمومية لسحب الثقة من نقيب المهندسين. طيب ليه ما يكونش التدافع والتزاحم لتجديد الثقة؟ ولا اللي كتب العنوان اطلع على الغيب ودخل في نوايا 15,000 مهندس؟ المهم إن التصويت في الجمعية العمومية مشي زي الفل، والفرز كمان. وقبل إعلان النتيجة رسميا المهندسين شالوا طارق النبراوي على كتافهم وهتفوا باسمه واحتفلوا بالنصر. كانوا واقفين بيعدوا البطاقات وعرفوا إن الراجل معدي 90%، لكن هوب، كرسي في الكلوب. لقوا بلطجية بيهجموا على قاعة المؤتمرات وبيضربوا أعضاء اللجنة وبيكسروا الصناديق ويقطعوا الأوراق. طيب فين أمن القاعة؟ فين الذكر بتاع الأمن والأمان؟ فين بتاع مش أحسن ما نبقى زي منشية ناصر وعزبة خيرت؟ قال لك دول رجالة السيسي اللي دخلوا واللي ضربوا. الله، رجالة السيسي هم اللي بيضربوا المهندسين؟ قال لك طبعا يا عم، هو في حد غيرهم يستجري يدخل الدخلة دي؟ طيب والنتيجة؟ ولا حاجة، النتيجة لغاية دلوقتي معلقة، والنقيب بلغ الشرطة والنيابة ورئيس الوزارة، بس عادي، كل البلاغات دي ولا ليها لازمة. النكتة الأكبر إن البهايم مش واخدين بالهم إن هم كده قعدوا النقيب، لأن الثقة ما اتسحبتش، ولو اتعاد إجراء سحب الثقة 100 مرة فالمهندسين هيصوتوا ضد السيسي 100 مرة. مش واخدين بالهم إنه خلاص بقى حرامي البوية وتعلم عليه، وإن موضوع شركة الدهانات انكشف، وإن سؤال الرجالة دي مش لابسين بنطلونات ليه يا وديع اتغير دلوقتي لسؤال هو السيسي مصمم يبيع الشركة للإمارات ليه يا وزير؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.